عشان تقدر تتقن المهارات الأساسية اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، فانت محتاج برضو تتقن مهارات فرعية على حسها. زي ايه يعني؟ زي مثلا ازاي تعمل ادوات القياس عشان تقدر تحدد ان الحاجة دي سليمة ولا بايظة، ازاي تقدر تعمل ريفرس انجينيرنج، دي مهارة في حد ذاتها، ازاي تقدر تحافظ على الحاجات دي شغالة اطول وقت ممكن، فانت محتاج تخش وتتكلم في الجزء بتاع اللوبريكيشن والفايبريشن والالاينمنت. كل الاجزاء دي انت محتاج انك تلم بيها كمهارات اساسيه عندك عشان تقدر انك تشتغل وتقدر تحافظ على المنظومات بتاعتك شغاله بشكل سليم. كل ما مستوى اتقانك للمهارات الفرعيه دوت زاد وارتفع، كل ما كان قدرتك على التعامل مع المنظومات الاساسيه والمنظومات الميكانيكيه سواء دلوقتي او حتى في المناطق المتخصصه هيزيد جدا. وعشان كده اتقانك لادوات القياس، للريفرس انجينيرنج، للرسم على السوليد ووركس، للزيوت، وازاي ان انت تحافظ على المنظومه بتاعتك، دول هيعتبروا 4 عواميد انت واقف عليهم وانت شغال في الصيانه.